هل تعرضتي لخيانة زوجية؟ ما هذه المفاجأة التي ليست على بال وليست على خاطر؟ مرة كمشتيها؟ والله ما أنا. بأم العين؟ بأم العين وين؟ في بيتي. عيب يا دكتور، ده أعراض ناس مش لعبة هي. في بيتك؟ بس بذمتك مفاجأة حلوة مش كده؟ مع مين؟ مع واحدة معرفهاش. قلت لك الحجر الداير لابد عن نطه. شكي كيف تصرفتي؟ مشيت همشي قبل ربنا ما يخسف بينا الارض. مشيت وخلاص واتطلقنا. هم وانزاح فعلا. ما بتعطي فرصة تانية بالحياة؟ نيفر. أبداً؟ نو واي. كويس اهو وقع في شر اعمال. بأي زواج كانت هذه؟ التانية. الثانية. ربنا يبعد عنك ولاد الحرام. هل حاولتي أن ترد الخيانة بخيانة؟ قطع وقطعت سيرته. قالوا في الامثال ما يذلش الراجل الا الراجل اللي زيه. لا، صعب على المرأة أن معرفش. تعترف بهذا الشيء، ولكن هل فكرتي في هذا الموضوع لمجرد تفكير؟ إنه رح رد له الأذى بأذى مماثل. ما هو أنا بأذي نفسي أكتر، دي حقيقة. لأن مفيش راجل يستحق إني أرخص نفسي قوي كده معاه. ما يستاهلوش إلا القتل. بتكرهي الرجال؟ نو بالعكس. ربنا يخليك. هل كان الرد على الأذى بهذا الزفاف الأسطوري الذي تكلم عنه الإعلام بزواجك الأخير؟ والله عايزة أقول لك إن هو ما كانش مقصود إن يبقى زفاف أسطوري، هو الميديا هي اللي خلته أسطوري أكتر منه. انت هتتجوزها، تاخد فلوسها، نسدد ديوننا، وبعد كده خلاص باي باي. هو اللي كان عايز يعمل الحوار. رد اعتبار أو انتقام؟ لا، أنا رد اعتباري في إني رفضت إني أكمل وإني خلاص. يا حاتم انا ما اتجوزش راجل شايفاه وسخ. إنه عندك خسارتي. أولاد؟ عندي بنتين. من أي زواج؟ أول زوج وليد. ربنا يخليهم لك كده وتشوفهم عرايس. ليش صاحبك وطليقك في نفس الوقت؟ وربيع يا باشا ما صدق كلمها بعد كده واتفقوا مع بعضهم وراحوا البيت كمان. في حاجات كتير قوي ما عرفناش نتفاهم فيها فسيبنا بعض، لكن النهارده احنا اصحاب. ايوه حب عمري، بس احنا اخوات. ايه ده؟ انتوا بقيتوا اخوات بالسرعه دي؟ لا انا وانت.